القضيه ما كانتش مطروحه، كانت مستشريه وقتها التوريد بدا وشفناهم. تركيا مش لكن القلوب الكحله للبرغل. تركيا والصين عندنا عجز كبير، ولكن ماشي ويتفاقم. قبل كل شيء فما اتفاقيات ما نجموش نتنصلوا منها، ولكن ديما نجم تراجع. لا ديما فما مراجعه، يعني كيف تحس بخطر عندك هي تو تجي تعاود ترجع على الطاوله النقاش على ليكاز دي كيف مع ليكا. انا نقول هذم ما ناخذوهمش كمسلمات، هي فرصه لاعاده التفاوض. كله راهو يجيب التفاوض. لما انت عندك مشاكل وعندك ضغوطات، يعني شيء ما يمنعك باش تعاود تطلب التفاوض، وهذيك اول خطوه. ماناشي مع تكسير المعاهدات هكاك، يعني متفقين سور كوتات، مي لازم اليوم، لانه بالحق احنا في خطر. عندك العجز التجاري هذا مهم، ولكن التاثير على النسيج الصناعي نتاعنا يلزمنا زاد كيف ماناشي في حمايه مطلقه، ولكن من حق اي دوله كونها تحمي النسيج الصناعي نتاعها. وقت اللي تبدا في حاله طوارئ كله مجاز، وهذا يتعمل فما قنوات وفما قواعد دوليه تعاود تتحل بها المفاوضات. وانا في اعتقادي معناها الاطراف، يعني لي بارتنير نتاعنا يتفاهموا، الكلهم يتعداو بحال طوارئ ويتفاهموا كونه اليوم لازموا الراجع ولو هي